مدارس قربت تفتح، وكله دلوقتي محتاج اليونيفورم بتاع المدرسة. كل مدرسة بقت ليها لون معين. كل مدرسة عايزة يونيفورم بشكل معين. مش زي الأول خالص. دلوقتي بقت زي المدارس الخاصة. المدارس الحكومي بقت لبسها زي المدارس الخاصة، يونيفورم. وكل سنة بيطلع لون مختلف. ما نعرفش الفكرة دي الفايدة منها، بس مش هو ده موضوعنا. الموضوع ان احنا دلوقتي كل واحدة جابت يونيفورم، اللي جابته كبير شوية، اللي جابته مظبوط، اللي جابته كبير ومش عارفة هتتصرف فيه ازاي، وعندها مكنة بس مش عارفة للأسف انها تستخدمها، او خايفة تستخدمها لأول مرة فتبوظ اليونيفورم بتاع المدرسة. خسارة، الأسعار غالية. لازم نشوف مع بعض ازاي هنتصرف علشان ما نبوظش اليونيفورم اللي دلوقتي اسعارهم طبعا غالية. في اللي بتعمله اساسا تفصيل، وفي اللي بتجيبه جاهز، وفي اللي شاطرة في الخياطة فهتجيب قماش وهتعمل اليونيفورم. وفي مدارس بتقولك لازم التيكت بتاع المدرسة. في مدارس عايزة التيكت بتاع المدرسة. مش عارفة هو اساسي ولا لا، بس في مدارس بتجيبه وفي مدارس يعني عادي، المهم اللون بتاع المدرسة. خلونا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. انا حبيت اعمل المقدمة دي بس علشان تعرفوا الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، واللي مش هاممها طبعا الموضوع، او مش حابة ان هي تضيع وقتها في الفيديو، تقدر تخرج من الفيديو او تجريه لو حابة تكمل النهاية وتعرف احنا هنوصل لايه للاخر عن اليونيفورم بتاع المدرسة. بصوا اللون ده نازل لأولى ابتدائي، طبعا مش لكل المدارس، مش لكل المدارس، كل مدرسة منزلة لون مختلف، كل مدرسة عاملة لون مختلف. ده اللون بتاع المدرسة اللي ابني فيها. خلاص، في اللي فصلته وفي اللي جابته جاهز. ده جاي من مصنع جاهز، خلاص، ده مش تفصيل. في ناس كتير هتقول احنا عايزين نعمله. هتلاقوا فيديوهات كتير ان شاء الله كاملة. اللي حابة تجيب يعني قماش وتفصله ان شاء الله هتلاقي فيديوهات كاملة عن كده، بس ده فيديو سهل وبسيط للي جابته وطلع كبير شوية وحابة تتصرف فيه من غير ما تبوظه او ان هي تلعب فيه ويبقى شكله متبهدل. اعملي حساب ان انت ابنك في اولى لسه صغير، يعني هيبقى قدام بينمو كل يوم، طبعا بينمو عن اليوم اللي قبله. فما تحاوليش ان انت تلعبي في التيشيرت جامد علشان ما يتبهدلش معاكي، لان ابنك لو ملا معاكي، جسمه ملا شويه، هتحسي ان انت بهدلت الدنيا وهتقولي يا ريتني ما كنت لعبت فيه. فانت ايه الحل المناسب؟ ان انت اهم حاجه عندي الجنب ده، عندي الجنب اهو، هتظبطي بس من الجنب، جنب اليونيفورم. ثواني انا هفرده معاكم عشان تشوفوه بوضوح. انا فردته قدامكم اهو. الصورة تبين لكم ان هو كبير، لكن هو لا، مش كبير قوي ولا حاجة. هو بس محتاج من هنا كده صباعين او قيراطين زي ما بيقولوا، ومن هنا برضو نفس الحكاية، او 2 سنتي بالمزورة. خلاص، ما تعرفيش في الكلام ده وعندك مكنة بس على اساس ان اي حاجة مقطوعة عندك بتعمليها، مفيش مشكلة. اعملي بس صباع واحد كده بس بعد ما تقيسيه على بنتك او ابنك. خلاص، اللون طبعا نزل للبنين والبنات. اول ما تقيسيه يعني لقيتيه واسع، ما تاخديش تحبكي قوي عشان ما يبقاش ضيق عليها، ده لبس مدرسة لازم يبقى فضفاض عشان ترتاح فيه. خلاص، هتيجي تعملي ايه بقى؟ الكم ده مش هتلعبي فيه. عندك الشتا جاي، هتحتاجي ان انت تلبسي ابنك او بنتك تحت بضهات كتير، لازم يبقى معاه برضو مرتاح. هيجري في الحوش بتاع المدرسة، هيبقى عنده ألعاب، هيبقى محتاج اللبس يبقى واسع معاه. انما احنا عايزين الشكل الخارجي يبقى كويس. هنعمل ايه؟ هتيجي من اول هنا كده تحت الابط هنا كده. خلاص، هنوقف المكنه، هنمشي. اول مره تعملي خايفه طبعا، طبعا ده على الوش، احنا هنقلبه على الظهر.
انا قلبته اهو على ظهره، الخياطة اهي. خلاص هتجيبي قلم رصاص او هتجيبي تباشيرة، عندك اي تباشيرة، ما عندكيش هاتي قلم كحل من بتاعك يا ستي واعملي بيه. خلاص هتقفي هنا كده، هتحطي صباعك او هتجيبي المسطرة بتاعت ابنك هتحطيها كده، تحطي المسطرة وتفضلي ماشية بالقلم نفس المسافة، نفس المسافة. عندك مزورة وبتعرفي تحطيها، هتحطيها برضو وتفضلي ماشية سنتي 1 سنتي، او هتفضلي حتى صباعك كده وبالايد التانية تعلمي لحد ما تمشي، وهكذا الناحية التانية برضو نفس المسافة. خلاص هتعملي كده. هندخل على المكنة، اللي حابة بقى تقصر من تحت ما انصحكيش خالص، بالذات الناس اللي ظروفها على قد الايد هتبقى محتاجة التيشيرت ده يكمل مع ابنها سنة تانية وتالتة زي ما هي عايزة. خلاص برضو الاطفال في الوقت ده ما بيطولوش الطول اللي هو الكبير، يعني بيطولوا حاجة بسيطة، فما انصحكيش تلعبي في الطول. حتى يعني ممكن تدخليه مثلا لابنك او بنتك في البنطلون وتبقي مثلا تخرجي منه حتة كده، يعني بحيث يبقى خارج ومتني كده. خلاص يعني ما فيهاش مشكلة. او ممكن بصوا معايا في الحتة دي، هنيجي هنا كده، احنا جينا خلاص خدنا 1 سنتي من الطرف من هنا كده، هتمشي زي ما انت عايزة. خلاص هتيجي قبلها مثلا بحوالي صباع كده، هتقومي محودة كده، فاهمة؟ هتشوفي الحتة دي كام كده، هتبقى ضيقة جاية بضيقة من هنا كده، يعني هتبقى من هنا ضيقة كده وجاية من هنا مثلث كده. خلاص ونفس الحكاية الطرف التاني، هتبقى المسافة دي ضيقة عندك، هتقومي التيشيرت طبعا زي ما هو، الحتة دي لما تبقى ضيقة هتبقى عاملة اكنك مثلا في استك من تحت. هيجي ابنك يلبسه او بنتك هتتنيه كده، مش هينزل من على الوسط، يعني هيبقى شكله متني وحلو، محدش يعرف ان هو كبير، ومش هينزل، لان انت لو تنيتيه كده من غير ما ندوقه هينزل. كل ما ابنك او بنتك بتتحرك او تمشي او تجري هينزل لانه واسع. فاحنا هندوق المسافة دي، هتبقى المسافة دي يدوب على قد الوسط بس، حتة رفيعة كده، هيتني مش هينزل خالص الا لما هي او هو ينزلوا بايده. الفكرة وصلت؟ هي سهلة خالص، كل اللي هنعمله ان احنا هندوق المسافة دي. انا ليه مش هجيب من هنا؟ علشان مع الوقت انا هفك دي خلاص، ومش هنثبت عليها في الخياطة، علشان لما نيجي نفكها ما يبقاش مكان الخياطة فكك معانا، باين معانا، ظاهر معانا. خلاص فهتبقى المسافة دي ضيقة، فهتتني لابنك التيشيرت هيفضل ماسك، هيفضل متني طول ما هو بيتحرك اهو، هيفضل متني معاه، مش هينزل منه خالص وهو بيمشي، هو بيتحرك. هتيجي بقى بعد كده السنة الجاية مثلا حسيتي ان هو مش محتاج ان هو يتني، بقى مظبوط عليه، هنفك الحتة اللي عملناها من هنا والفكة الخياطة اللي عملناها من هنا، كانت مثلث طويل كده هنقوم فكينه، مثلث طويل من هنا كده هنقوم فكينه، هيبقى التيشيرت معاكي جميل جدا. هنبخ بختين مية ونكوي الحتة دي، هتضيع اثر الخياطة خالص، اكنك ما كنتيش مخيطة التيشيرت قبل كده. خلاص هي فكرة جميلة جدا. انا بس هاخد من هنا كده على المكنة ومن هنا حبة صغيرين، علشان انا على قد يعني اللي ابني حتة صغيرة اللي محتاج ان هي تتدوق، يعني مش كبيرة قوي. فخلاص انت قدامك ابنك او بنتك وعارفة انت عايزة الدواء قد ايه، فهتعمليها. الفكرة دي انا قلتها، انا طبعا مش قناة خياطة زي ما كنتوا بتسألوني، مش قناة خياطة، دي منوعات، يعني اي حاجة بستفاد بيها بقدر اعملها بفيدكوا بيها. خلاص انما اللي حابة تتعلم الخياطة من الالف للياء ممكن تدخل على قنوات الخياطة ان شاء الله وتتعلمها. خلاص نقول بقى الاسعار قبل ما اختم معاكم الفيديو. دي القماشة دي حلوة نظيفة قطن، دي ب130. في اقل شوية
ب85 وفي ب100. انتي حسب ما تشوفي القماش، بس الافضل ادام هتجيبيها مثلا وتعينيها للسنه الجايه ما فيهاش حاجه لما تجيبيها غاليه شويه وتركنيها. ميزانيتك مش قادره خالص، هاتي مثلا اللي ب85 اللي ب90. هتجيبي قماش سواء جبتيه مثلا اقل درجه مثلا، هتخيطيه هيكلفك زي ما انت عايزه. القماش عندك، الجاهز عندك، جبت جاهز وعايزه تعمليه، الفيديو ده هيفيدك ان شاء الله. بما اننا دخلت مدارس وكل حاجه غاليه، بس ان شاء الله الفيديو ده يفيدك. على الاقل ممكن توفري تمن خياطه الجناب وتظبطيه على الاقل يعني. على الاقل ان انت ممكن تشوفي حاجه تفيدك اكتر في الفيديو. ان شاء الله هيكون فيدتكم في الفيديو ده. واي استفسار او اي حاجه عن اللون، عن القماشه، عن اي حاجه اكتبوها لي في التعليقات وانا باذن الله هرد عليكم. وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم ان شاء الله، ويعدها بخير علينا وعلى اولادنا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله.